أهلا بيكم معايا. أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. وحلقة النهاردة بعنوان البداية. ما أجمل البدايات، بداية حياة جديدة في مكان جديد، بداية طريق جديد بنمشي فيه، بداية مرحلة جديدة في حياتنا، بداية شغلانة جديدة، أو بداية علاقة جديدة. دايما البدايات بتبقى جميلة ومبهجة، وطريقها مليان بالوعود والأحلام الوردية. دايما المذاكرة في أول السنة ومع أول درس بتبقى سهلة، وبيبقى عندنا نشاط ورغبة في النجاح والتفوق. بداية شغلانة جديدة مع أحلام وتوقعات يمكن بتكون أكبر من الواقع، بس بتسعدنا في البداية. أو بداية علاقة جديدة مليانة بالحب والأحلام والرومانسية اللي يمكن ما بتستمرش بنفس الشكل مع الوقت، بس بتبقى جميلة في البداية. ونيجي بقى الأهم، بداية السنة الجديدة. ودايما مع بداية السنة الجديدة بنسمع السؤال ده: يا ترى إيه توقعاتك وأحلامك اللي بتتمنى تحققها في السنة الجديدة؟ سؤال تقليدي جدا وبيتكرر كل سنة. والحقيقة إن الاهتمام ببداية السنة الجديدة مش جديد علينا، بس حاسة إن في السنين الأخيرة إن بقت فيه ناس متعلقة قوي ببداية السنة الجديدة، بأحلام وطموح كبيرة قوي، وناس تانية مش فارقة معاها، يعني أحلامها وطموحها مش مرتبط بوقت. وناس تالتة بقى ماشية في طريقها، الحياة والضغوط مش مدياها فرصة يكون عندها أحلام وطموح إلا إنها تكمل في نفس الطريق إن أمكن. ومن وجهة نظري المتواضعة، النوع الأول اللي بيعلق أحلامه وطموحه على بداية السنة، بحس إنه بيهرب طول السنة وبيأجل في أحلامه وطموحه لو قابلته أي صعوبات، على أمل إن بداية السنة الجديدة هتوفر له الفرصة والوقت المناسب لتحقيق الأحلام والطموح دي. وده يمكن بيضيع وقت كتير منه، وسنة تجر سنة والعمر بيجري. أما النوع التاني اللي ما بيفرقش معاه، لأن أحلامه وطموحه مش مرتبطة بوقت، مرتبطة برغبته وقدرته على تحقيق الأحلام والطموح دي، وده أوقع وأقوى من النوع الأول. ونيجي بقى للنوع التالت اللي مش حاسس أساساً ببداية أو نهاية السنة، وماشي ومكمل في طريقه. ودي الأغلبية العظمى من الناس، لأن الحياة والضغوط مش مدياله فرصة إن يكون عنده أحلام وطموح أساساً. لا، مش صح، عنده أحلام وطموح على فكرة، بس مش بيتاجر بيها. أحلامه وطموحه جواه، وهو في الحقيقة من وجهة نظري المتواضعة برضو إنه أقوى من النوعين الأول والتاني. قوته إنه مكمل في طريقه اللي يمكن يكون بسيط ونهايته مش مليانة بالورود ولا حاجة، بس قوته في الاستمرار والمثابرة. قوته إنه واخد قرار من البداية إنه هيكمل في طريقه للنهاية، متحمل مسؤوليته في الحياة وأحلامه وطموحه في الاستمرار، وجواه أمل بيتجدد كل يوم مش كل سنة، إن لو سمحت له الظروف في أي لحظة هيكون جاهز لتحقيق أحلامه وطموحه اللي جواه ومش باينة لينا. يعني في النهاية كلنا عندنا أحلام وطموح بنتمنى نحققها، سواء كانت الأحلام والطموح دي مرتبطة بوقتنا أو رغبتنا وقدرتنا، أو حتى بظروفنا اللي يمكن مش بنقدر نغيرها بسهولة. المهم يكون عندنا أمل دايما في تحقيق الأحلام والطموح دي. وفي النهاية كلنا بنحب البداية، البدايات جميلة، بس مادام في بداية هيكون في نهاية، وكالعادة كل نهاية هتكون نقطة بداية جديدة. وهي دي الحياة، بداية ونهاية، وما بينهم حكايات كتيرة قوي، ونرجع تاني للبداية، وهتفضل البدايات جميلة. كل سنة وكل يوم وكل لحظة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسلام. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.